من زمان وخصوصا من اول ما جيت على كندا وانا نفسي ابتدي مشروع خاص بجانب الوظيفه على الاقل حتى في الاول. وطبعا زي ناس كتيره ما عنديش فكره واضحه وصريحه، ودايما حاسس ان انا مشتت وما عنديش فكره معينه اركز عليها. وطبعا كنت بدخل على يوتيوب واقعد ادور افضل فكره مشروع سنه 2018 او سنه 2019 لحد ما ابتديت اقرا الكتب اللي ليها علاقه بالبيزنس واتابع البودكاستات لناس عندها خبره في المجال ده. كل اللي كان بيجي قدامي كنت بتفرج عليه وبشوفه وبحاول اتعلم منه. والاهم بقى من كل ده اني اتواصلت شخصيا مع ناس عندهم خبره في مجال البيزنس، ومن هنا بدا المشوار وبدات اوصل لافكار مشاريع مناسبه ليا انا شخصيا ولظروفي. فتعالوا النهارده اشارك معاكم 5 طرق خلاصه الحاجات اللي اتعلمتها في السنتين اللي فاتوا، وان شاء الله ممكن اي طريقه منهم توصلك لفكره المشروع المناسب ليك انت شخصيا. اول خطوه على الطريق الصحيح عملتها هي اني وقفت تماما ان انا اتابع اي فيديوهات من نوعيه 5 مشاريع ناجحة ومجربة، 10 مشاريع من البيت، مش محتاجين منك مجهود، مشروع الفلاني يجيب لك $500 في اليوم وياخد منك مش عارف ساعتين عمل. وكل الفيديوهات اللي من النوعية دي سواء كان المحتوى ده عربي أو أجنبي. بص مبدئيا كده مفيش ولا فكرة من الأفكار دي كانت مناسبة ليا ولظروفي. أصلا لما جيت حسبتهم لقيت إن هم كلهم مثلا 15-20 فكرة بالكتير قوي، وبيعاد صياغتهم في الفيديوهات كلها سواء الفيديوهات العربية أو الفيديوهات الأجنبية. عشان كده دي كانت أول خطوة بالنسبة لي على الطريق الصحيح. تعالوا بقى نتكلم على الخطوة التانية اللي غيرت حاجات كتير جدا في تفكيري ووصلتني كمان ان انا ابتدي مشروع ولا عمري في حياتي كنت اتخيل اللي انا ابداه. الحاجة دي هي اللي انا دورت على الانفير ادفانتج اللي عندي. صباح الفل. الشركة اللي انا فتحتها دي هي شركة استيراد وتصدير. انا اتكلمت بالتفصيل في الفيديو ده عن الموضوع ده وازاي بدأتها والمشاكل اللي قابلتني والصعوبات وكل الحاجات اللي هي ليها علاقه بقى بالورق ومش عارف ايه والتفاصيل دي كلها. يعني المشكله امبارح وانا بعمل اديت للفيديو لقيت ان الفيديو طول جدا، وحسيت كده ان احنا خرجنا كتير عن الموضوع او الفكره الاساسيه من الفيديو ده، فشلت كل الكلام ده. بس لو حد مهتم يعني نتكلم عن الموضوع ده بالتحديد بالتفصيل ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني لوحده. تعالوا ناخد فكرة عامة كده سريعة عن ايه هي الانفير ادفانتج. دي فكرة من كتاب اسمه ذا انفير ادفانتج. فكرة الكتاب باختصار بيقول لك والله ان مش دايما النجاح بيكون جاي من وراء الشغل الكتير جدا وان انت تبذل مجهود كبير جدا وكل الكلام من ده. مفيش شك طبعا ان ده جزء اساسي من المعادلة، بس ده مش كل حاجة. في جانب تاني زي الحظ مثلا او الظروف اللي انت نشأت فيها، زي مثلا انك اتولدت في اسرة غنية جدا وطلعت وانت معاك فلوس كتير قوي، او مثلا انك خدت تعليم عالي جدا ودرست في اعلى الجامعات لدرجه اصلا انك مجرد تذكر اسم الجامعه اللي انت اتعلمت فيها ده بيديك اساسا كريديبيليتي عند الناس، او انك موجود في مكان ما في العالم متهيأ لك فيه فرص النجاح. وهنا مش شرط على فكره ان ده يكون في دوله من دول العالم الاول، لا، ممكن يكون في اي مكان، بس الظروف والمكان اللي انت فيه هيأ لك فرصه نجاح معينه، او مثلا مكانتك الاجتماعيه وشبكه العلاقات. وكل الحاجات دي بقى هي الانفير ادفانتج. نصيحه على الجنب، لو انت مهتم بالبيزنس فانصحك ان انت تقرا الكتاب ده لان كتاب مهم جدا وممتع في القرايه في نفس الوقت. اتمنى دلوقتي ان انت مثلا ممكن يكون في حاجه نورت كده مثلا في دماغك، دي ممكن تكون الانفير ادفانتج بتاعتي. او لو انت زي حالاتي ممكن مثلا تقول والله يعني انفير ادفانتج ايه بس وبتاع ايه، كل الكلام ده كبير عليا اساسا وانا ما عنديش اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. ما انا كنت بقول كده برضو يعني. تعال اقول لك بقى انا عملت ايه عشان اعرف الانفير ادفانتج بتاعتي واللي ان شاء الله ممكن تساعدك ان انت توصل ليها بشكل او باخر. من اهم الطرق اللي انت تقدر توصل بيها للانفير ادفانتج بتاعتك هي انك انت تبتدي تدور في الهوايات بتاعتك، ودي اول حاجه انا دورت فيها وابتديت فيها. بص يا سيدي، مبدئيا كده انا بحب التصوير لكن مش موهوب. خلي بالك تفرق كتير. انا بحب التصوير لكن مش بالضروره خالص ان انا اكون بعرف اصور كويس. مش مهم، انا المهم ان انا بعمل حاجه انا بحبها، انا مش عايز احترفها، انا مجرد بستمتع بهوايه التصوير سواء كان تصوير صور او تصوير فيديو. لحد ما ابتديت اعرف بقى فكره ازاي ان انا استفيد من الهوايات بتاعتي، وهنا قررت اخد منحنى تاني خالص واشوف ازاي استغل ميزه التصوير او المعدات اللي معايا او حبي للتصوير بشكل عام، اعمل حاجه انا بحبها بجانب الشغل وفي نفس الوقت يكون بدايه فكره بيزنس جديد. قعدت ادور ايه اللي ممكن اعمله، لقيت المعادله بسيطه: قدم حاجه ليها قيمه. القيمه هي او يعني على السوشيال ميديا، يعني لو انت بتقدم حاجه في حد تاني محتاجها ايا كان بقى هي الحاجه دي مثلا حاجه ترفيهيه، حاجه هبله، حاجه تعليميه، حاجه اي حاجه، طالما في حد محتاج الحاجه اللي انت بتقدمها فهي حاجه ذات قيمه
للشخص اللي بيستهلك الحاجه اللي انت بتقدمها له. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انا قاعد في كندا، ممكن اتكلم عن مواضيع ليها علاقه بالحياه في كندا، موضوع في ناس كتيره بتدور عليه وفي ناس كتيره بتبقى عايزه تعرف معلومات عنه، وانا واحد ليا تجربتي تقريبا 6 سنين في كندا، فاعتقد ان انا ممكن يكون عندي حاجه ممكن تكون مفيده لحد تاني. وكانت المفاجاه بعد تقريبا 3 أو 4 فيديوهات على القناه حققت شروط الربح على يوتيوب، لان قدمت حاجه الناس شافت ان هي فيها معلومات كويسه، قدمتها بشكل كويس الى حد ما، لقيت نتيجه في الاخر. اي نعم القناه يعني تقريبا ممكن تكون بتجيب لي كام سنت بس كده في اليوم، لان طبعا شغلت بقى في موضوع الشركه التانية، وفي نفس الوقت ما بنزلش فيديوهات كتير. ولكن في بذره مشروع لو قدرت ان انت تسقيها ميه هتكبر وتبقى زرعه وتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. لو عندك هوايه معينه دلوقتي فكر ازاي ان انت تستغلها انك انت تكسب منها وتطلع منها فلوس. طيب قبل ما ندخل على النقطه اللي بعدها، لو حاسس ان في اي حاجه مفيده في الفيديو ده باي شكل من الاشكال، ما تنساش تعمل لايك وتسيب تعليق، تعمل اشتراك في القناة. بس يلا ندخل على اللي بعده. تعالوا بقى كده ندخل على النقطة الرابعة، ودي برضو حاجة من الحاجات اللي مش بس قدرت اوصل فيها لافكار برضو انا ما كنتش متخيل ان هي موجودة عندي، ده في حاجات كمان، في افكار مشاريع ممكن انفذها لو قدرت ان انا اوقف الحاجات اللي انا بعملها دي على رجلها وبقت يعني شغالة ومستمرة ومش محتاجة مني تدخل كبير. او لو انا مثلا بعد فترة من الزمن سبت الوظيفة الفول تايم وبقى عندي وقت اكبر اركز اكتر في البيزنس في كذا حاجة تاني غير الحاجات اللي انا بعملها. الحاجة دي هي اللي أنا بدأت أدور في المهارات اللي عندي. ركنت مهارة الشغل أو الوظيفة بتاعتي دي على جنب وجبت ورقة وقلم كده، واللي هو أنا بعرف أعمل إيه تاني غير الشغل بتاعي؟ إيه في الحياة اللي أنا ممكن أكون بعرفه؟ إن أنا لو جيت دلوقتي اتحطيت في موقف معين أو أنت رميتني في حاجة معينة قلت لي خد اشتغل دي، هعرف أشتغلها. مش هكون جامد قوي، مش هكون محترف جدا، بس هعرف أعملها. مش هوجع دماغكم بالليستة اللي أنا عملتها وعرفت إيه مهاراتي يعني في الحياة غير ان انا بكون بعرف اشتغل الشغل بتاعتي. عشان نختصر بس وقت الفيديو شوية، فالفكرة باختصار دور في المهارات اللي انت بتعرف تعملها وفكر ازاي ان انت تستفيد من ده، ان انت تجيب منها دخل او تجيب منها فلوس. تعالى بقى ندخل على اخر حاجة وهي شبكة العلاقات. لا تتخيل يعني قوة انك انت يكون عندك شبكة علاقات في المجال اللي انت عايز تبتدي فيه. وهنا طبعا احنا بنتكلم على البيزنس، يعني حاول توسع شبكة علاقاتك في الناس اللي هي عندها بيزنس، الناس المهتمية بالبيزنس. خليني اقول لك على مثال. تعالى دلوقتي انت واحد عايز تبتدي بيزنس، دور في العيلة عندك او دور في دايرة اصحابك او دور في دايرة معارفك اللي هم لا هم اصحابك قوي ولا هم غرب عنك قوي. اكيد هتلاقي في حد منهم هو اوريدي عنده بيزنس. تواصل مع الناس دي وحاول افهم منهم مشوارهم وافهم منهم القصة بتاعتهم، اسمع كتير على قد ما تقدر. السمع هيغذي دماغك بمعلومات انت لا تتخيلها. خلاصة الكلام ده بقى، انا هنا قصدت ان انا احكي لك كل الرغي ده وكل الكلام ده عشان تفهم بس ان هو انت مش هتتفرج على فيديو وهتقفل وهتروح تبدأ مشروع وتكسب منه. انت لازم هتفكر، هتاخد وقتك في التفكير كتير، لازم هتجرب حاجات، لازم تسأل المتخصصين في حاجات كتير، سواء إذا كان ناس عندها بيزنس أو سواء كان محاسب أو سواء كان ناس في شبكة علاقاتك أو دايرة معارفك أو كل الكلام من ده. لازم أنت هتعمل شغل ولازم هتتعب على حاجات. ممكن توصل للأنفر أدفانتج، بس ده مش هيمنعك إنك أنت تشتغل وتدرس، لأن ده جزء من معادلة النجاح في حاجة معينة. وطبعا لو انت بتتفرج على الفيديوهات اللي هو افضل مشروع ومش عارف والكلام ده، حاول ان انت توقف على الكلام من ده. دور على الانفر ادفانتج اللي عندك، دور في الهوايات اللي انت بتعملها، دور في المهارات اللي عندك اللي انت ممكن تكون مش واخد بالك منها، ودور في شبكة علاقاتك. نفترض بقى ان انت عندك فكرة مشروع جامدة بس انت عايش جوه كندا، بس حاسس ان انت تايه مش عارف تبتدي منين. تعمل ايه بقى؟ روح على الفيديو ده، سايب لك هدية حلوة قوي هناك. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.